صناع الأمل عبارة عن جائزة سواها الشيخ محمد بن راشد الله يعطيه العافية في دبي لصناع الأمل في العالم العربي، يعطيه مكافأة 1,000,000 درهم. وفتح التقديم من كم شهر وقدم 65,000 شخص في الوطن العربي لهذه الجائزة أنهم يصنعون الأمل، يساعدون الناس. والبارح كان حفل اختيار الفائز الأول، اختاروا 5 أشخاص على المسرح وجابوا قصصهم مؤثرة جدا جدا. الواحد لما يشوف هؤلاء الأشخاص ما يدري ايش يقول، قاعدين يسوون شيء ما يوصف. في وحدة كويتية اسمها معالي العسعوسي مرشحة الله يجزاها خير، من 10 سنوات هاجرت إلى اليمن، تركت الكويت والرخاء والأمن وراحت لليمن تسوي عمل خيري، ساعدت في دراسة وفي سكن وفي لبس وفي أكل وفي علاج. آلاف الأشخاص استفادوا منها، شيء يبكي. أثر الجميع، الجمهور وحتى لجنة التحكيم اللي كان من ضمنهم أحمد الشقيري، أثروا بك. أنا ثالث مرة أشوفك وثالث مرة أبكي، فيعني امرأة كبيرة في السن مصرية اسمها ماما ماجي يسمونها، من 28 سنة وهي في الحواري الفقيرة تسوي عمل خيري. شخص آخر اسمه هشام الذهبي من العراق، هذا يكفل أطفال الشوارع، أعداد كبيرة جدا، حتى بعضهم يربيه ويوظف ويزوج. في أطفال في الشارع كذا ما له أبو ولا أم ولا شيء، كيف بتكون حياته هذا لو ما الله سخر له هذا الشخص أو غيره؟ أحمد الشقيري علق على الموضوع. أنا لما كفلت يتيم حسيت أني سويت إنجاز. أنت نسفت إحساسي بدا الإنجاز. شكرا جزيلا. يعني حسيت في صفر حاليا. في سوريا في مجموعة اسمهم مجموعة الخوذ البيضاء، ينقذون الأشخاص اللي تحت القصف وتحت الركام. المجموعة هذه شو يسوون إذا صار قصف؟ إذا جت طيارات تقصفهم الله يساعدهم ويفك أزمتهم، الطبيعي أن الناس تركض تنحاش من القصف تبعد عنه. هذول لا، يوقفون أكلهم يوقفون أي شيء يشوفون القصف يروحون باتجاهه. هم عارفين الشيء هذا، قاعدين يخاطرون بحياتهم. عمل خيالي يعني، الله يجزاهم خير. المشاركة الخامسة اسمها نوال الصوفي من المغرب، هي عايشة في أوروبا، تركيزها على مساعدة المهاجرين عبر البحر المتوسط اللي يغرقون في المراكب، أطفالهم، شيء وجوالها ما يسكت، معروف عند كل المهاجرين المتورطين في وسط البحر اللي ممكن يغرقون يموتون سفينتهم بتغرق تساعدهم. كان في تعليق أثر فيني كثير لعلي جابر اللي هو من ضمن لجنة التحكيم بعد ما شاف هذه المقاطع. بوريكم التعليق. واللي مرقوا قبلك الحقيقة يعني خليتيني أنا أحس قد إيه تافه، قد إيه حياتي تافهة، وقد إيه اللي عم بعمله تافه الحقيقة. صراحة الواحد لما يشوف أصحاب الأثر هذا فعلا يحس إن يعني قاعد يسوي أشياء تافهة كثيرة مرة، حتى همومه أحيانا تافهة، حتى اللي زعل أشياء سخيفة جدا. لا شك إن في حياة كل واحد منا أعمال جيدة ومحترمة، ما هي كلها تافهة أكيد. حتى اهتمامك بأسرتك، اهتمامك بعملك، إخلاصك بدينك، هذه أشياء محترمة، في واجبات كثير منها. لكن قارن هذا بأشخاص آخرين قاعدين يسخرون حياتهم كاملة لمساعدة الآلاف وأحيانا الملايين. الله يجزاهم خير. فكر في الناس هذه اللي قاعدة تعاني في كل مكان في العالم، مساكين، وسوي لهم شيء. ترى واجب علينا أن نسوي لهم شيء. ترى تقدر تسوي أقلها أنك تدعي، وبعد ذلك تتصدق بفلوس، تشوف الجمعيات الخيرية. افرض ما عندك فلوس ودعيت لهم، جزاك الله خير، ترى تقدر تسوي أشياء ثانية بجهدك. ممكن انك تنشر الفكرة هذه، فكرة الصدقة، فكرة مساعدة الفقراء هذولا، تنشر معاناتهم. واجب علينا كلنا وأنا منكم ما نخلي حياتنا تافهة. أرجوك لا تخلي حياتك تافهة، خلها قيمة كبيرة.